السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى الفيديو المحبب لكل العيلة مش الأطفال بس. هنعمل النهاردة الآيس كريم بثلاث أطعمة كمان مش طعم واحد، ومزوقينه بقى بالشوكولاتة وحاجة كده يعني تحفة. الصيف جاي والأجازة كمان جاية والولاد نفسهم في حاجة حلوة. أنا جبت حوالي نص كيلو لبن، ماشي، حطينا عليه كيسين لبن بودرة. اللبن البودرة هنا هو اللي هيدي الطعم بتاع بره اللي الولاد بيحبوه يشتروا من بره، وبقى اسعاره غالية خالص. احنا هنعمله بقى في البيت واحلى كمان وكريمي برضو وحاجة كده تحفة ومش متكلفة حاجة. خلي بالك ان هنعمل خليطين، الخليط الاولاني اللي بنعمله دلوقتي حطينا لبن ولبن بودرة وثلاث معالق نشا وحوالي نص كوباية سكر. قلبي ده كله على البارد على البارد، وبعد كده وديه على النار لحد ما تحصلي على قوام لا خفيف ولا تقيل، حاجة كده تحفة يعني. وسيبيه يبرد بقى على جنب، خليه يبرد خالص خالص، ان شاء الله حتى كمان تحطيه في التلاجة. الخليط التاني هتجيبي كوباية مية ساقعة، انا بصراحة استعملت مية، ممكن تستعملي لبن هيبقى النتيجة افضل، وكوباية كريم شانتيه خام وده هيديكي نتيجة احلى، احلى كمان من الاكياس يعني واتقل، ونص كوباية سكر. وطحنتهم كلهم في الخلاط كده ضربة محترمة، وبعدين حطيت الخليطين على بعض. الخليط الاولاني اللي كان في الحلة اللي سناه يبرد على الخليط التاني اللي ضربناه في الخلاط. وتعالي بقى ده كده ايه القاعدة بتاعت الايس كريم، لسه احنا محطناش اي طعم. انا حوالي ادت معايا 3 علب يعني 3 تنصاص، حاجة كده تحفة. استعملت هنا الاوريو اللي العيال كلها بتحبه دوت، طحنته جوه الكيس ورحت خلطاه على الخليط بتاعي كده. طعم كمان استعملت بقى هنا تنج بطعم المانجا، لو انت عندك مانجا مثلا مخزناها في الفريزر يبقى حلو قوي برضو تمشي. هنا الطعم ده حاجة حرة بقى، يعني اعملي اللي انت عاوزاه. عندك عايزة بطعم الفواكه الطبيعية تضيفي على خلطة الايس كريم ديت اي طعم انت تحبيه انت والولاد. انا كده عملت يعتبر بطعم المانجا، قلبتها كويس جدا، شايفة القوام كريمي ازاي، تحفة، لا هو سايب ولا هو ماسك، حاجة كده جميلة. عملت تالت طعم بالكاكاو الخام، استعملت دريم، ممكن تستعملي سايب عادي براحتك، بس تستعملي نوع كويس ما يكونش ليه ريحة نفاذة. عندي بقى حطيت معلقة واحدة بس كبيرة على الخلطة بتاعتي بتاعت الايس كريم، وحطيت 3 نقط فانيليا سايلة، تبقى طبعا طعمها قوي شوية. حطيت لهم كلهم الحقيقة فانيليا. ادي بقى طعم الكاكاو، هقلب كويس خالص لحد ما يدوب تماما ويديني بقى الشكل دوت اللي هو بتاع الشوكولاتة. 3 علب، العلبة حوالي نص كيلو يعني كيلو ونص ايس كريم، من مفيش امكانيات بسيطة عندك في البيت. زوقي بقى وغرفي بالمعلقة بتاعة الايس كريم او باي طريقة تعجبك، في اكواب في كاسات، حاجة كده تحفة خالص ومش متكلفة. الولاد هيفرحوا جدا جدا وهم قاعدين كده ياكلوا يرطبوا على قلبهم في الحر بقى اللي جاي دوت. وصفة سهلة جميلة، الف هنا وشفا، يا رب تعجبكم.